دي قائمة أهم الأفلام اللي نازلة في شهر 5 والعيد الكبير، وبرغم إن الأفلام دي أسامي اللي مشاركين فيها يعتبروا أهم الفنانين في مصر وتقريبا في الوطن العربي، إن ده مش لازم يكون إن الأفلام دي كلها ناجحة. في أفلام منها ممكن بجد تكون سخيفة. فنجان قهوتك المتين، لايكك الجميل، وادعي لإخواتنا أحكي لك. أول فيلم معانا واللي أمالي مش هتبقى كبيرة عليه نهائي هو فيلم أحمد وأحمد، بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي. الفيلم ده لو جاي يقدم لنا كوميدي فأحمد السقا عمره ما نجح في الكوميديا، ده غير إن كوميديا أحمد فهمي 50% من الجمهور معاها و50% من الجمهور ما بيطقهاش. فكده نجاح الفيلم متوقف على كتابة قصته. مؤلف القصة هو أحمد درويش. في الحقيقة أنا معرفش من هو أحمد درويش، لأن هو تقريبا ما ألفش غير فيلم واحد قبل الفيلم ده. وبكده وبرغم ان الفيلم من بطولة احمد السقا النجم الكبير للسينما واحمد فهمي معاه كمان، الا ان المفروض الكتابة هي اللي تكون سبب نجاح الفيلم او سبب فشله. اصل كمان الاخراج ما فيش منه خوف كبير قوي في الفيلم، لانه من اخراج المخرج الكبير احمد نادر جلال اللي عمل لك كل مسلسلات يوسف الشريف تقريبا، ده غير انه في اللايت كوميدي عمل فيلم ابو علي، وبرضه عمل لكريم عبد العزيز فيلم خارج على القانون. يعني الراجل متمكن في اللايت كوميدي وفي الاكشن وفي الغموض. فكده الاخراج احنا متمكنين منه اهو، فاضل لنا الكتابة والأداء التمثيلي للبطلين الرئيسيين. الفيلم من بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي والفنانة الكبيرة غادة عبد الرازق والفنان حاتم صلاح والفنانة جيهان الشماشرجي. وزي ما قلت لك توقعاتي وأمالي في الفيلم ده أنا مش هعليها عشان ما تنزلش للأرض. السلام يا أحمد. سلام. يا أحمد. فيلم ريستارت من الافلام اللي انا متفائل بيها لتامر حسني، وده لسبب واحد، انه لا اتدخل في الاخراج ولا اتدخل في الكتابه. الفيلم من تاليف ايمن بهجت قمر، اللي من رايي المتواضع انه مؤلف كبير ولكن ساعات بينجح قوي وساعات بيخيش. نجح قوي في اعمال زي مثلا فيلم سمير ابو النيل لاحمد مكي اللي انا شايفه من اهم افلام مكي لحد النهارده، ده غير كمان فيلم من 30 سنه لاحمد السقا وللمجموعه الكبيره، ده غير برضه انه الف فيلم من اهم افلام احمد حلمي وهو فيلم اكس لارج، ولكنه ألف برضه فيلم عنتر ابن شداد بتاع محمد هنيدي. فهنا دي النقطة، أيمن بهجت قمر يا يكتب حلو قوي يا يكتب وحش قوي، وانت وبختك. طلعني شهر العسل في الساحل، مش كده يا محمد؟ ساحل يا بنت، احنا قد الساحل، احنا نروح بلد على قد ايدينا كده، المانيا فرنسا انجلترا، انما احنا مش قد الساحل. اما على الاخراج يا صديقي فالفيلم من اخراج ساره وفيق، المخرجه اللي تامر حسني واخدها اكسكلوسيف لاعماله. تقريبا اخر 5 سنين افلام واعمال تامر حسني من اخراج ساره وفيق، ولكن هي دايما بتطلع شكل تامر حسني وشكل الفيلم مظبوط على تامر حسني، فبالتالي الاخراج ما فيش منه اي مشاكل. وطول ما تامر حسني طالع ممثل ومغني في الفيلم فقط، فصدقني الفيلم ده بجد ممكن يطلع كويس. والفيلم من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد، ومعاهم باسم سمرة ومحمد ثروت، يعني تقريبا الضحك مضمون والقصة الدرامية مضمونة. انا عارف اتفرج فوق الميه اصلا. ايه العضلات دي هتروح فين بعد كده؟ السباقه بطلت قفاش انت كمان. المهم نعمل حاجه كده قويه وكده. كريم عبد العزيز ما بيعملش افلام وحشه في السينما، حتى افلامه اللايت كوميدي بتبقى مقبوله جوه السينما، يعني مش هتلاقي نفسك واخد بعضك وقايم وخارج من الفيلم، الا انه بيفاجئنا بفكره جديده اسمها المشروع اكس، فيلم اكشن مصروف عليه حلو قوي من بطوله كريم عبد العزيز. الفيلم من تاليف بيتر ميمي واحمد حسني، وكمان من اخراج بيتر ميمي. المخرج بيتر ميمي بيعرف يقدم الاكشن ويقدم كريم عبد العزيز بشكل متغير كل مره. يعني عندك مثلا مسلسل الاختيار او مسلسل الحشاشين، ده غير كمان انه في اللايت كوميدي اخرج فيلم من اجل زيكو، ده غير انه اخرج فيلم موسى ومسلسل كلبش. فبالتالي الاخراج والكتابه انت تقريبا ضامنهم. وطبعا كريم عبد العزيز نجم كبير وبيعرف يختار، فتقريبا فيلم المشروع اكس هيطلع برضه من اهم الافلام اللي بتتقدم في السينما. ودي عاده كريم عبد العزيز اللي زهقنا باعماله الحلوه، احنا مش عارفين ننتقد الراجل ده، انا مش فاهم بيعمل فينا كده ليه. إعادة إحياء فيلم العادل إمام يعتبر ريسك كبير قوي صناع فيلم شمس الزناتي بياخدوه، ولكن الريسك ده في صالح الجمهور مهما حصل، لأن في ناس كتيرة بتقول إن محمد إمام بيقلد عادل إمام، فبالتالي إنه لو جه قدم فكرة شمس الزناتي هو بيرجع روح عادل إمام من تاني في السينما. ولكن تيجي هنا الخطورة في كتابة القصة نفسها اللي على أساسها الفيلم ده ممكن ينجح أو لأ. والمؤلف هنا هو محمد الدباح اللي كتب فيلم سيكو سيكو اللي من بطولة طه دسوقي وعصام عمر
قمر، فبالتالي انت تقريبا ضامن كتابة القصة كويس. ويجي هنا دور اختيار الابطال. الفيلم من بطولة محمد امام واحمد عبد الله محمود وخالد نور ومصطفى غريب واحمد خالد صالح. كل واحد فيهم هيقدم دور كان موجود في الفيلم الاولاني ولكن هيقدمه في عمر اصغر من الفيلم الاولاني. وبناء على الاخبار وعلى موقع cinema.com ان الفيلم من اخراج عمرو سلامة لسه، يا عالم هو ساب الفيلم ولا لا، ولكن لحد دلوقتي في الاخبار هو مخرج العمل، واتمنى انه يظل مخرج العمل لان الفيلم ده كبير قوي ولازم يطلع بشكل كويس. كمامة. اسمي جميل كمامة. جملة مفيدة. بعد كده معنا الفيلم اللي لو معرفش يرجع محمد هنيدي لمكانته الكبيرة في السينما مفيش حاجة هتعرف ترجع هنيدي تاني خلاص، وهو فيلم الجواهرجي اللي من بطولة محمد هنيدي ومنى زكي واحمد صلاح السعدني والفنانة الكبيرة لبلبة. قصة الفيلم من تأليف عمر طاهر اللي كتب فيلم كابتن مصر قبل كده، واللي برضه كتب مسلسل سوبر هنيدي اللي نجح رهيب في التلفزيون. تقدر تقول ان نجاح فيلم زي ده متوقف فعلا على كتابة نوع الكوميديا وعلى أداء الكوميديا من محمد هنيدي، لأن هنيدي لو فضل بيقول الإفيهات زي ما هي من 2001 هيفضل برضه في عيون الناس قديم حتى لو الكتابة جديدة. ده غير كمان ان اخراج الفيلم ده من المخرج الكبير اسلام خيري اللي اخرج اعمال عبقرية في التلفزيون، اذا كان مسلسل قهوة المحطة او مسلسل جودر او مسلسل سيدنا السيد، كلها اعمال تعتبر عبقرية. فانت كده عندك الاخراج موجود والكتابة تعتبر جيدة جدا، اللي باقي هو اداء محمد هنيدي، يا اما يطلعه السما يا اما يخليه في نفس الحتة اللي محبوس فيها بقاله سنين. واعتقد فيلم زي ده بالنجوم الكبار اللي مشاركين فيه دول لازم ينجح لمحمد هنيدي، ده لو الفيلم نزل اساسا. ساعات الواحد بيبقى حاسس حاجه وبيحبها قوي. على فكره يا بنت يا سياده انت ليكي شخصيه مستقله بعيدا عن بقيه الجروب صراحه يعني. صح. دول يا صديقي كانوا قائمة كام فيلم نازلين شهر 5 وفي العيد الكبير. يا ترى انت متحمس لأنهي فيلم فيهم اكتر ومتوقع مين ينجح اكتر من التاني؟ ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وما تنسوش تدعوا لاخواتنا. اشوفكم الفيديو الجاي.